بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه وجايبه معايا وصفات حلوه جدا تنفع في الفطار وتنفع في العشاء. وهنبتدي باول وصفه وهي الفطير المشلتت. ازاي تعملي من كيلو دقيق 4 فطاير مورقين طعمهم حلو جدا، تقدري تستخدميها للفطار او الغداء او العشاء. كيلو دقيق معايا استخدمت نوع ريحانه، تقدري تستخدمي اي نوع دقيق متعدد استخدامات او يصلح لجميع الاغراض. حطيت كيلو دقيق في قلب العجان ونزلت عليه بمعلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. وطبعا الدقيق الفطير ما بيتحطلوش خميرة. هنا هبدأ ان انا ازود المية تدريجيا حبة حبة لحد ما العجينة تتلم معايا. انا استخدمت كوبايتين من المية وهعوز دلوقتي كوباية كمان، وهشوف العجينة بتاعتي اخبارها ايه. بص كده، بسم الله ما شاء الله، العجينه بتاعتي اتلمت وبقت زي الفل. اقدر ان انا بقى اشكلها بكل سهوله. طبعا الفطير ما بيخمرش، انا هسيبه يرتاح شويه. حطيت شويه دقيق في قلب العجان وحطيت العجينه بتاعتي وحطيت على وشها شويه دقيق، وكمان هسيبها بقى لحد ما ترتاح شويه. في المرحله ديت بقى خلاص، بعد ما سبتها 10 دقايق هبدا بقى ان انا اقسمها. لو انتي اول مره تتفرجي عليا ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. هقسمها ل4 اجزاء، كل جزء فطيره واحده. وهقولك انا هعمل الفطير من غير ما اورق ومن غير ما اتعب نفسي ولا اي حاجه خالص. جبت صينيه حطيت فيها شويه دقيق وهحط فيها الاجزاء اللي انا قسمتها. هغطيها عشان وشها ما ينشفش، وابدا ان انا اخد اول واحده واشتغل بيها. انا هفرد على دقيق، مش هفرد ولا على زيت ولا على سمنه. هحط كده رشة الدقيق وعليها رشة دقيق من فوق، وابدأ ان انا افرد بالنشابة. هو في دقيق او في فطير بيتفرد بالنشابة؟ ايوه في طبعا، هتشوفي معايا دلوقتي. فين اللايك بتاعك بقى؟ حطي اللايك بتاعك وما تنسيش الكومنت بتاعك اللي بينورني. قد ايه اللايك بيفرق معايا جدا وبحس ان الفيديو متشاف. والكومنت بتاعك بجد حلو قوي، بستناه من كل فيديو. كده انا فردتها بالشكل دوت. هحضر بقى معايا هنا مع حوالي كده، يعني ممكن نقول 150 جرام من الزبدة، عليهم ايه 50 جرام من الزيت. الزبدة بدرجة حرارة المطبخ عشان تبقى سايلة معايا واقدر ان انا اشكلها بسرعة. بعد ما دهنت الفطيرة بتاعتي زبدة هبدأ بقى ان انا ارولها بالشكل دوت كده. خلاص كده نفضت منها الدقيق، هاخدها احطها في قلب الصينية. هنعمل التانية بنفس الشكل برضو. ممكن ما نفردش بنشابة على فكرة، نفرد بايدينا هتتفرد بكل سهولة. هنا طلعت معايا كبيرة شوية، مفيش مشاكل خالص. هدهن برضو زبدة، وطبعا نقدر نستبدل الزبدة بالسمنة البلدي او السمنة العلب، مفيش مشاكل، المتوفر عندنا هنشتغل بيه. حطيتها في قلب الصينية، هعمل الرقم 3. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. خلصت الكمية كلها، اجيب اول فطيرة وابدأ ان انا اتنيها بالشكل دوت كده. طبعا انت عبال ما بتخلصي ال4 فطاير بتوصلي لاول واحده انت ابتديتي بيها، بتكون ارتاحت معاكي فبتبقى سهله التشكيل. فردتها بقى بالشكل دوت كده. بعد ما فردتها دهنها دهنه حلوه برضو من الزبده، واطبقها بقى زي الظرف، الطرف ده على الطرف ده، وطبعا في وسطهم زبده. خلاص كده طبقتها مربعه. هبدا بقى ان انا اقلبها بقجه، بقت معايا دايره. هحطها بقى في قلب الصينيه واغطيها بكيس بلاستيك. خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة. هفردهم بقى في قلب الصواني وهما محطوطين في قلب الصواني بتاعتهم. خلي بالك الفطير بيستوي على فرن عالي، يعني النار تكون حامية. شغلي النار كده قبليها ب10 دقايق وعلي النار على الاخر. ولو عايزة تشغلي الشواية وتولعي المروحة، لو عندك مروحة هتديكي تيست عالي قوي. الفطيرة اللي في الصينية المربعة انا حطيت على وشها قشطة، وندمت جدا ان انا حطيت القشطة لان اتلسعت مني في قلب الفرن. اول ما بتخرج من الفرن ببخ عليها بخة مية وبغطيها بكيس بلاستيك كده وبغطيها بفوطة نظيفة. بتطلع بقى فطير مورق وطعمه حلو قوي. ينفع بقى في الفطار الصبح او في العشاء، ينفع في الغدا كمان والله. شوية عسل اسود بقى وطحينة، الله الله. حتة جبنة قديمة مش هيقولك لا. دي الفطيرة اللي انا حطيت على وشها قشطة، برضو طلعت حلوة، بس هي حاسة اللي هي اتلسعت مني سيكة من فوق كده.
تعالي ندخل على الوصفة اللي بعد كده، وهنا هنعمل خلية النحل. خلية النحل من الوصفات اللي بتبقى لذيذة جدا وتنفع في الفطار او الغدا او العشاء. لو عملناها في الغدا هنغير حشوة الجبنة ونعملها حشوة لحوم او اي حاجة من المصنعات اللي احنا بنعملها مع بعض. في الفطار هتبقى جبنة بيضة، جبنة رومي، في العشاء كذلك برضو. وممكن كمان تعمليها سادة. معايا 4 كوبايات من الدقيق، كوباية ونص من المية، نص كوباية من الزيت، معلقتين من السكر، معلقة من الخميرة، رشة ملح، معلقتين من اللبن البودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هحط بقى السكر مع الخميرة، واحط عليهم كوباية ونص مية، ودوبهم مع بعض كويس جدا، واركنهم بقى على جنب عقبال ما اكمل بقية المكونات. طبعا المرحلة دي بنعملها لما نبقى مش واثقين في الخميرة قوي. نزلت بقى بكل المكونات الجافة، الدقيق واللبن البودر، وكمان حطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة الملح البسيطة. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وانزل عليهم بنص كوباية من الزيت. نقدر نستبدل المية، كوباية ونص مية نقدر نستبدلها بالكوباية ونص من الحليب. ونقدر نستبعد من الوصفة بتاعتنا، سواء احنا مستخدمين مية او مستخدمين لبن، نقدر نستبعد اللبن البودر. خلاص كده الخميرة بتاعتي شغالة، هبدأ انزل بالكمية كلها. المقادير اللي بقولك عليها مظبوطة، ولا هتزودي ولا هتنقصي. هبدأ بقى اعجن الكلام ده كله مع بعضه لحد ما ابص كده على العجينة اشوفها اخبارها ايه. بدلت بقى هنا السلاح بتاع العجن، انا كنت حاطه الكف، فهستخدم بقى سلاح العجن عشان خاطر تتعجن معايا وتديني نتيجة حلوة. هعلي السرعة وابدأ اللي انا شغالة بالعجان بالشكل دوت كده. العجينة بتاعتي عايزاها عجينة لينة سهلة التشكيل، بس مش بتلزق في الايد. صليتي على الرسول؟ طب صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك. خلاص دلوقتي العجينة بتاعتي حلوة قوي. هبدأ بقى اللي انا احطها في قلب العجان تاني او في اي طبق، واسيبها تخمر شوية. سبتها خمرت بالشكل دوت كده، بسم الله ما شاء الله، ما قعدتش كتير وكانت النتيجة زي ما انت شايفة كده. هاخدها بقى على الرخامة عندي وابدأ اللي انا هقسمها ل4 اجزاء، وكل جزء هقسمه ل4 اجزاء. بص انا عايزاهم يعني الحجم بتاعهم مش كبير قوي، انا عايزاها صغيرة، بس هتديني في النهاية صينية كبيرة بسم الله ما شاء الله. يعني الفطاير دي بقى لو انت رايحة مصيف تعمليها وتاخديها معاكي بتبقى خطيرة. انا هنا هحشي جبنة فيتا، جبنة فيتا بطعم الرومي، وجبنة فيتا بطعم الجبنة البيضة. خدت من دي معلقة وخدت من دي معلقة، يعني واحدة بالرومي واحدة سادة. هبدأ بقى اللي انا اخد العجينة بتاعتي ديت اللي هي كورة متوسطة كده، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. احط فيها قطع الجبنة وابدأ اللي انا اقفلها شكل كورة واحطها في الصينية. بس خلي بالك يبقى في مسافات، الصينية انا مش دهنها اي حاجة. الصينية اللي انا مستخدماها دي صينية مقاس 30. بعد ما كورتها بالشكل دوت كده هغطيها بكيس بلاستيك واسيبها ترتاح كده لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق ده بقى شكلها بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفة كده. طبعا هندهن بقى الوش بتاعها معلقتين من الحليب السايل، هحط عليهم معلقة صغيرة من الحليب البودر. نقدر نستبدل الحليب البودر بمعلقة من السكر على الحليب، برضو هيدينا تست عالي قوي، لون حلو قوي. نقدر نشيل كل الكلام دوت ونحط بيضايه او صفار بيضة. ممكن نشيل الكلام ده كله ونحط شوية مية مع شوية سكر. دهنت الوش بتاعها كله. هبدأ بقى ان اجيب شوية سمسم واحط السمسم على وشها. ممكن نعملها سادة من غير سمسم خالص، وممكن نحط حبة البركة، ممكن نحط شوية زعتر برضو هيبقى حلو قوي. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني من غير شواية. بسم الله ما شاء الله عليها. خدي مني وما تراجعيش ورايا في المخبوزات، هتطلع من ايديكي زي العسل.
والمقادير اللي بقولك عليها مظبوطة بالملي. طبعا نقدر بقى نستبدل الحشوة اللي احنا عملناها النهاردة دي اللي هي الجبنة، ممكن نحشيها لحمة مفرومة، ممكن نحشيها سوسيس، سجق، فراخ، مفيش مشاكل خالص. لو هنعملها في الغدا جنبيها طاسة بطاطس محمرة كده وبتبقى جميلة بديل البيتزا. طبعا انتوا عارفين البيتزا بقى بيتحط لها بقى جبنة موتزاريلا والكلام ده، لا لا احنا مش عايزين نعمل الكلام دوت. تبقى حلوة قوي في الفطار الصبح، بتبقى خطيرة، ولو باتت والله العظيم بتبقى طعمها حلو قوي. قد ايه هشة وطرية وقطنية من جوه ولذيذة جدا. طبعا هي سخنة جدا فبتطلع معايا زي ما انت شايفة كده، لكن لو سبتيها تبرد شوية بتبقى لذيذة. نقدر نبدل حشوة الجبنة بأي حشوة احنا عايزينها زي ما اتفقنا. ندخل بقى على الوصفة اللي بعد كده، وهنا هنعمل الكايزر. الكايزر ده سادة بس ممكن تحشيه. طب نحشيه ايه يا هبة؟ نحشيه لحمة مفرومة وهيبقى معانا زي البرجر كده، يبقى خطير. نحشيه فراخ، نحشيه جبن، زي ما تحبي. نص كيلو من الدقيق، رشة ملح، معلقتين من السكر، معلقة من الخميرة، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معايا نص كوباية من الحليب، ومعايا نص كوباية من المية. هشغل العجان بقى واعجن الكلام ده مع بعضه كويس جدا. مستحب اللي انت تعملي في الكايزر ميكس ما بين الحليب والمية عشان يديكي في النهاية طعم حلو. انا هنا كمان زودت نص كوباية من المية. هنزل بقى بالزيت، 5 معالق بس من الزيت، مش هنكتر بقى زي خلية النحل، لا، كل حاجة وليها الطريقة بتاعتها. بعد ما عجنت الزيت كويس جدا هحط مكعبين من الزبدة. مكعبين الزبدة هنستبدلهم بمعلقة سمنة كبيرة هرمية، هتعلي التست وتخلي الكايزر بتاعك رايح في حتة تانية خالص. الكايزر ده تعمليه بقى وتخليه عندك موجود في الفريزر. الولاد عايزين ياكلوا برجر الصبح في الفطار الصبح، زهقوا من العيش، تعملي لهم سندوتشات جبنة بيبقى طعمه حلو قوي. حابة تعملي الحشوة منها فيها براحتك خالص. بعد ما اتعجنت معايا عجينة طرية لينة جدا، الزبدة مخليها ناعمة قوي، سبتها بقى تخمر. ده شكلها بعد ما خمرت. هبدأ بقى ان انا اقسمها، بس هحط رشة دقيق واقسمها عليها. طبعا انا هعمل كده الحجم مش كبير قوي ولا صغير قوي، عايزة الحجم كده مثالي، يعني الواحدة حلوة. هخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة، مش تاخد مني وقت خالص. عايزاكي تاخدي جولة في القناة، فيها فيديوهات حلوة قوي هتعجبك، ليها علاقة بقى بالغدا والحاجات الاقتصادية ووصفات بقى الصيف المنعشة والعصاير والحاجات الحلوة دي. بصي بقى انا هنا ركزي في الخطوة دي عشان يطلع معاكي مورق من جوه ومفرغ وحلو قوي. بصي انا بفردها، ببدأ ان انا اقفل الاطراف على بعضيها والمها تاني واروح مكوراها. ليه عملت الخطوة دي؟ الخطوة دي هتفرق جدا في شكل العيش من جوه. في المرحلة ديت قبل ما تقفليها، بعد ما تفرديها فردة بسيطة كده على الرخامة، تقدري تحشي الحشوة اللي انت عايزاها. عندك حشوة جبنة بالزيتون مثلا، او جبنة بالفلفل، ممكن نحشيها فراخ اللي هي شاورمة الفراخ، نقدر نحشيها سوسيس، نقدر نحشيها لحمة مفرومة، زي ما تحبي. انا عملتها سادة عشان انا كنت عاملة برجر، والبرجر اللي انا بعمله برجر بالشوفان، صحي وقيمة غذائية عالية، بيبقى طعمه حلو جدا وخطير. لو عايزة الطريقة قوليلي في الكومنتات. بدهن وشها كده من الحليب، وطبعا انا حطاهم في صينية مش مدهونة اي حاجة. عقبال ما بتخلصي الصينية الاخيرة بيبقى الصينية الاولانية خمرت شوية او ارتاحت شوية. حط على وشها سمسم او حبة البركة وادخلهم الفرن، برضو على الرف الوسطاني من غير شواية. اول ما بيخرج برشها رشة حلوة من المية وبغطيها بالفوطة. وده شكله بقى بعد ما يخرج من الفرن. الله على الجمال. عارفة بقى لو انت عاملة الحشوة منها فيها برضو هتبقى طعمها حلو قوي. جربيه وادعيلي. يعني حطي كده معلقتين من اللحمة المفرومة، لو عندك جبنة موتزاريلا حطي معلقتين لحمة مفرومة نية، يعني زي الحواوشي كده. لو عندك مستوية مش هتقولك لأ يعني برضو، بس اللي هي النية بتطلع رهيبة.
الكمية كلها طرية زي ما انت شايفة كده، وهش لسه سخن خارج من الفرن. لو انت هتحتفظي بيه في الفريزر سيبيه يهدى شوية، وحطي العدد اللي انت عايزاه في اكياس وشيليه في الفريزر. ما تستنيش لحد بالليل خالص او تاني يوم وتشيليه في الفريزر، لا، شيليه وهو لسه طازة. كله هش وجميل وزي العسل، وبسم الله ما شاء الله. نص كيلو دي عمل معايا بصي كمية قد ايه. نص كيلو دي ب10 جنيه. انت لو هتروحي تجيبي كايزر من الفرنة هتجيبي 4 ب10 جنيه، وممكن يبقى 3 ساعات. والله بجيب 3 ب10 جنيه. نعمل بقى الفطاير المضفرة القمر دي سادة من غير حشوات كتير ولا اي حاجة. تنفع بقى جنب كوباية شاي بلبن الصبح، او تدهني ظهرها كده بحتة جبنة قديمة، يا سلام. خطيرة. معايا هنا دقيق، ودي اللي انا مستخدماه متعدد الاستخدامات. معايا بيضايه، معلقه من السكر، معلقه من الخميره، مكعبين من الزبده، معلقه من الحليب البودر، كوبايه من الميه، نص كوبايه من الحليب. هاخد السكر وهاخد الخميره وهاخد الميه وادوبهم مع بعض كويس جدا، واركنهم على جنب شويه. هجيب بقى العجان وابدا انزل بقى بالدقيق. انا هستخدم نص كيلو بس من الدقيق، مش هستخدمه كله. رشه ملح، هنزل باللبن البودر، مكعب الزبده. نقدر نستبدل الزبدة بالزيت، او زبدة على زيت، او سمنة على زيت، او سمنة بس المتوفر عندنا. هاخد البضاية، اخد البياض واركن الصفارة على جنب. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. اشغل بقى العجان، هنزل بنص كوباية الحليب. وهنا الخميرة بدأت تتفاعل معايا زي ما انت شايفة كده. نزلت بقى بكمية الخميرة كلها، وابدأ اللي انا اعلي السرعة بتاعة العجانة عشان يتعجن معايا تمام. في المرحلة ديت بقى ببص كده على العجينة، لو محتاجة مثلا ان انا ازود سوائل ازود دقيق على حسب. بس لقيتها اللي هي مش محتاجة ان انا ازود اي حاجة. المقادير اللي بقولك عليها والله مظبوطة بالملي. خلي بس انت في دماغك الكوباية اللي تعايري بيها السوائل هي اللي تعايري بيها الدقيق. نص كيلو دقيق 4 كوبايات من الدقيق، الكوباية بتاعت مج الشاي العادية. عجنتها بالشكل دوت، قفلتها بقى معايا، احطها في نفس العجان واسيبها تخمر. لو هعجن على ايديا بتبقى بنفس الطريقه، بس يعني العجان ممكن نقول اللي هو بيتعجن 3 4 دقايق، على ايديك هتعجني لمده 6 7 دقايق. بعد ما ارتاحت معايا شويه هبدا بقى انا اقسمها لكرات بالشكل ده. كره صغيره جدا مش عايزاها كبيره، كل 3 هيعملوا لي واحده، وضفيره عاديه خالص زي ما انت شايفاها كده. خلصت الكميه كلها، هبدا بقى انا احطهم في قلب صينيه. صينية فيها نقطتين بس من الزيت يعني. احط بقى الفطاير بتاعتي. لو صينية مربعة هتاخد الكمية كلها. عايزة اقولك لما بتسيبيها ترتاح كمان بتبدأ اللي هي تتنفخ معاكي زي ما انت شايفة كده. نص كيلو دي عمل لي بسم الله ما شاء الله كمية حلوة قوي. الفطاير دي بتبقى حلوة قوي في العشاء جنب كوباية شاي بلبن. معايا هنا صفار البيضة، حطيت عليه قهوة سريعة الذوبان على طرف المعلقة كده، وحطيت عليه شوية من الحليب. بس طبعا لونها في النهاية ما عجبنيش قوي، عارفة اللي هي بقت غامقة قوي، فنقدر نستبعد من الموضوع القهوة سريعة الذوبان. كفاية قوي صفار البيضة. نحط بقى شوية سمسم، ممكن نسيبها سادة. هدخلها الفرن على درجة حرارة عالية عشان تستوي معايا على الرف الوسطاني. فطاير طلعت حلوة قوي وهشة كده وجميلة وقطنية وخطيرة. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول، وتعالي نعمل القرص الجامدة ديت. القرص دي يا جماعة من حلاوتها مش هتبطلوا تعملوها، زي بتاعة الافران بالظبط. القرص دي اللي هي عجينة الفينو، بس بصراحة طعمها حلو قوي ولذيذة. وتدهني وتهرها كده بحتة جبنة كده اسطنبولي او حتة جبنة تلاجة مع كوباية شاي بلبن، الله، او كوباية شاي سادة، وممكن تاكليها كده من غير حاجة. طعمها حلو قوي على فكرة. في الفطار بقى في العشاء اعملي كيلو دقيق وشيليه في الفريزر وطلعي منه زي ما انت عايزه. خدي للولاد معاكي في التمرينه بدل ما يقولوا لك احنا جعانين وعايزين حاجه، لا بتبقى حلوه قوي بصراحه.
بصي العجينة من جوه طرية كده ولينة. تعالى اقولك ازاي عملتها. كوباية من المية، كوباية ونص من المية، 3 معالق من السكر ما يعادل ربع كوباية، معلقة كبيرة من الخميرة، واحط هنا معلقتين من اللبن البودر، ربع كوباية من الزيت، كيس من الفانيليا. عايزه اقولك لو المخبوزات او المعجنات بتطلع معاكي مش حلوه او طعمها مش حلو، زودي السكر. كل ما تزودي السكر كل ما هتحسني في الجوده بتاعه المخبوزات بتاعتك، وهتطلع في النهايه طعمها حلو. يعني لو انت بتحطي من معلقه لمعلقتين سكر، لا حاولي تخليهم 3 4 معالق، ممكن توصلي كمان ل5 معالق. النتيجه هتطلع معاكي حلو قوي، وانت في النهايه هتبقي راضيه عن الحاجه اللي بتعمليها والولاد هياكلوها. بعد ما قلبت كل السوائل مع بعض، نزلت ب4 كوبايات من الدقيق ورشه ملح. خلينا متفقين ان 4 كوبايات من الدقيق بياخد كوبايه ونص من الميه او كوبايه ونص من اللبن، مع اختلاف نوع الدقيق بقى. يعني في دقيق ممكن يشرب السوائل بسرعه ويبقى عايز سوائل تاني، في دقيق لا يستكفى بالكوبايه ونص. هعجنهم بقى مع بعض كويس جدا. بعد ما اتعجنت معايا حطيت شويه زيت، وحطيت العجينه وحطيت على وشها نقطه زيت كده، وهسيبها بقى تخمر. القرص ديت انا ولا حطيت شمر ولا حطيت ينسون ولا حطيت اي حاجه اللي هي ليها علاقه بالقرص المبسوسه. حتى الزيت كمان انا حاطه ربع كوبايه بس من الزيت، ما حطيتش دهون كتير. انت فاهمه قصدي؟ عشان هي العجينه بتاعتها طريه زي بتاعه الفينو. هقسم بقى القرص بتاعتي كده، يعني تقريبا كل واحده ممكن نقول 80 جرام. حلو قوي، ممكن نكتر ممكن نقلل زي ما احنا عايزين. انا عملتها من 80 ل 85 يعني، بس حجم القرصايه حلو. بصي بقى النص كيلو دقيق اللي هو سعره 10 جنيه عمل معايا كام واحدة؟ هي القرص دي والله بتتباع بره ب12 جنيه الواحدة، وبتطلع طعمها مش حلو. لكن انتي بقى عاملاها في البيت، خدمها حلو، حاطه زيت نضيف، ملوش ريحة. المقادير انتي اللي عارفة انتي عاملة ايه. هنا هنفرد بالزيت. بعد ما خلصت الكمية كلها غطيتها شوية ارتاحت، وبعد كده اخدت اول واحدة. وانتي بتفردي بالراحة عشان تطلع معاكي شكل الدايرة. حطيت نقطة زيت على الرخامة، وبدأت اللي انا افرد عليها وايديا فيها شوية زيت. بصي هو يعني انا هستخدم اقل من ربع كوباية زيت عشان خاطر افرد بيها. خلاص كده فردتها. حاولي ما تفردهاش قوي عشان ما تنشفش منك في الفرن، خلي فيها سمك كده بسيط زي ما انت شايفه. هحطها بقى في صينية. طبعا الصينية مش مدهونة اي حاجة لان احنا حاطين من تحت ومن فوق القرص زيت. هغطيها واسيبها ترتاح شوية، وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. السوا بتاعها ممتاز، محتاجتش لشواية. لو الفرن عندك ضعيف شوية ممكن تحتاجي لشواية، لكن لو الصاج في النص عمرك ما هتحتاجي لشواية. شغلي الفرن من قبلها ب5 دقايق، وبعد كده لما تدخلي الفرن خليه درجة الحرارة 180. بحبكم جدا، والف هنا وشفا عليكم، وجربوا كل الوصفات اللي بعملها.